السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. رسميا النادي الأفريقي يتعرض إلى ضربة موجعة. الصادق جديدة يباشر التمارين قبل مواجهة أصفاقسي في كلاسيكو، وألان كانتي يخضع إلى برنامج خاص من أجل تأهيله واللعب مع النادي الأفريقي. سنتعرف معكم عن آخر المستجدات والمتعلقة بالنادي الأفريقي العريق. أول حاجة قبل ما ندخل نتعرف على التفاصيل وبخصوص هذا الخبر الحزين اللي تلقيناه قبل قليل، وكنت كنتمنى دائما أنني ما نجيب لكمش أخبار حزينة، والله العظيم إلا أنا محب، وكنت كنتمنى أنه هذا الخبر للأسف الشديد هذا الخبر محزن جدا. لكن الأهم من هذا الشيء هو أنه بعض الإخوان كيتسائلوا وسولوني أكثر من مرة، تيقولوا لي علاش أخويا عبد السلام ما بقيتيش كتحط الفيديوهات بزاف؟ فغاسمحوا لي، فجاني واحد العمل والحمد لله، دعوا لي معايا. طبعا أعزائنا المشاهدين، كحبا للفريق ما قدرتش أنني ما نديرش فيديوهات على النادي رغم أنني عندي عمل آخر، ولكن كحبا لهذا الفريق ولجماهيره الرائعة جدا، اليوم هذه القناة فتحتها خصيصا لجماهير النادي الأفريقي. فحتى نتوما جزاكم الله خيرا، ما تبخلوش علينا بواحد لايك، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنتمنى من أي واحد يتفرج في هذا الفيديو ويعطيني شوية من الوقت باش نوصل لكم الرسالة واضحة مفادها على أن النادي الأفريقي سيتوج إن شاء الله بهذه البطولة. ما نطولوش على المشاهدين، نمشيو مباشرة نتعرفوا معكم على الأخبار. إذن أمس النادي الأفريقي حقق الانتصار طبعا على فريق النادي البنزرتي، انتصار مهم، انتصار معنوي، انتصار كنا في حاجة ماسة إليه، والحمد لله هذا ما تحقق. لكن الإدارة أمس أو الرئيس ديال النادي اللي هو محسن الطرابلسي كان غاضب بشدة رغم الانتصار، والغضب يعود إلى الحكم الذي أدار المباراة. عزيزي المشاهد، نتمنى أنه ما نتعرضوش للظلم. هذا من جهة. النادي الأفريقي سيخوض مواجهة صعبة أمام فريق صفاقسي يوم الأحد المقبل بدءا من الساعة 8، بدءا من الساعة 2 بعد الزوال بملعب الطيب المهيري. عزيزي المشاهد، مباراة اللي غتكون مهمة جدا، والانتصار فيها كنواعدكم على أنه غتكون هي الانطلاقة الحقيقية للفريق خلال هذا الموسم. إذن النادي الأفريقي غادي يسترجع خدمات كل من الزمزمي وكذلك غاية الزعلوني الذين غابوا عن فريق النادي البنزرتي، وذلك بسبب عقوبات الإنذارات. خصوص الصادق محمود، هذا اللاعب لن يكون جاهزا بسبب هو أنه هذا اللاعب تعرض لإصابة وما غاديش يكون حاضر. بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا حول الصادق جديدة، طبعا هذا اللاعب الآن يباشر تدريبات مع الفريق، وإن شاء الله غادي يكون جاهز للمباراة القادمة في انتظار التأكيد الرسمي من الإدارة. خصوص اللاعب ألان كانتي، هذا اللاعب الآن يخضع إلى برنامج خاص تدريبي مكثف من أجل تجهيزه فنيا وبدنيا بالنسبة ما تبقى من مباريات النادي الأفريقي خلال الرابطة. الآن غنوصلوا معكم الخبر المهم. هذا الخبر اللي تلقيناه اليوم خبر مؤسف وحزين جدا للأسف الشديد. ماذا وقع لأسامة بوغرة؟ هذا اللاعب رسميا قبل قليل الطبيب النادي الأفريقي أكد على أن أسامة بوغرة سيغيب عن الميادين لمدة تتجاوز أكثر من 3 أسابيع في ضربة موجعة للفريق. للأسف الشديد أسامة بوغرة خيار مثالي للفريق، جناح مميزات عصرية، لاعب حريث، لاعب اللي كيقدم إضافة كبيرة،
لكن للأسف الشديد هذا الغياب وربما غيطرح علامة استفهام كبرى حول من هو السبب الذي جعل أسامة بوقرة غير جاهز لهذه المباريات، خاصة وأنه جماهير النادي الأفريقي كانت تطمح إلى قوة هذا اللاعب. هذا اللاعب أبدى تفاؤل كبير، خاصة وأنه كان يقدم مستويات كبيرة مع الفريق ديالو السابق، لكن اليوم منذ قدومه إلى النادي الأفريقي إصابات، غير جاهز، إصابات، غير جاهز، وبالتالي ربما هذا يشكل عائق كبير أمام المدرب فوزي البنزرتي. لكن عندنا كل ثقة في اللاعبين الآخرين من أجل تقديم مردود جيد، من أجل تقديم صورة جيدة والذهاب إلى أبعد نقطة، ثم التتويج بلقب كأس أو الرابطة المحترفة لكرة القدم. فنتمنى التوفيق، وإن شاء الله غادي نوافيكم كل تفاصيل متعلقة بهذا الخبر بخصوص أخبار اللاعبين والمستجدات قبل الكلاسيكو المرتقب أمام صفاقسي يوم الأحد المقبل. شكرا جزيلا لكم، نتلاقى إن شاء الله بكم في حلقة أخرى تخص أخبار النادي الأفريقي العريق.